كيف يجي ناي ويجري. طبعا لما جينا هنا في اللايف ولا مس الكلام ده، لما قلنا كيك الجا وجرى الناس رفضوا ابوا نهائي، قالوا لا جبنا لنا ده الانصرافي اقر تماما بانه الكيكل جاء ويتصور وجرى والكلام ده مو مظبوط. حاسس في واحد قال داير يقتل الكيكل ده كوم، في واحد في زول من الجزيره قال يا اخي ان احنا عديناكم، والله جد فيديو عندي داير يقتل الكيكل. قال سمعته ولا ما سمعته؟ انا برفع لك لو ما سمعته ولا ما سمعته. اللي قال بيقتل كيكل ده ما سمعت، لكن سمعت حق الانصراف. اي بس بتاع الانصراف قال يا اخي كيكل جاء وجرى، وبتاع البيقتل كيكل هذا. الرسالة دي لأي ود غلفاء في الميديا بيتكلم عنه ودراوة ما احتفلوا مع كيكر وما طلعوا له، وريك السبب خلاهم ما يطلعوا ما يحتفلوا معه. شو أول حاجة ناس ودراوة عارفين كيكر ما راجل، وعارفين إنه جبان وبيجي بيتصور وبيطلع وبخلي الجنجبيل يستبيحون، وبيحصل فيهم زي ما حصل في تنبول والهلالية وغير من المناطق خشاها كيكر، لأنه كيكر جبان وما راجل لوحده. والناس اللي بتقول ودراوة ما فيها مواطنين، ودراوة فيها أكثر من 60% ما نزحوا. ودراوة المناطق اللي حواليها كلهم الناس اللي نزحوا في الفترات الأخيرة دي اللي ما عندهم إمكانية نزح كله نزح جوا ودراوة قاعدين في ودراوة. أما بالنسبة لكيكل أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم يا كيكل، أنا عيني تقع في عينك أقسم بالله بدك طلع، بس يا قتلتني يا قتلتك، بس أحفظ بشي ده كويس، أحفظه كويس. والله أنا عيني تقع في عينك يا قاتلني يا قاتلك، لأنك جبان وما راجل. أنت أصلا كنت ما راجل وكنت ما بتثبت وعارف نفسك داخل ليش عشان تتصور. ده كله عشان ده واحد. الثاني ده عديل يا هدى. ها انه تامين المواطن وتامين الاراضي السودانيه ما مخول له كيكل، مخول على منه على القوات المسلحه، على عاتق القوات المسلحه. تمام. يبقى الحاصل حيكون شنو؟ انا بحمل اي روح واي نازح في ولايه الجزيره مسؤوليته للقوات المسلحه السودانيه. 2 بحمل اي تحرك لكيكل للقوات المسلحه السودانيه. 3 انا في تحرير الجزيره لا داير مستنفر، لا داير كيكل، لا داير القوات المسلحه، تحرر الجزيره. الساده الغاده عندكم خيارين احلاهما مر، يا اما في خلال الاسبوع الجاي ولايه الجزيره تتحرر، يا اما بنعمل على دخول ولايه الجزيره في التحالف اللا ارادي، وقسما عظما نقد لك السودان كله بعد الانتصارات الحاصله، وقسما عظما نقد السودان كله. ايوه الشغل ده جرى يا ذا الفات. ده شغل مختلف. عشان كده انا شفت احمد كسل، اسمع شفت ابو رهب شغال يا زول ساعه كامله شغال فيك بل تحالف ارادي مع منو وضد منو، ما ضدك انت وهم. يعني انت ممكن جيش يجي داخل الجزيره يقتل. اسمع يا جدو، انت ما عرفت الهوا وين. انا ما قبلك اتكلمت وما عرفت الهوا وين، بس دي ما فرصه، بس دي حاجه دار اوضحها بس. يا كسر زي ما انا في مداخلتي قلت لك التحالف اللا ارادي بقى يهدد انفصال الدوله السودانيه. تعال شوف الوارمه وين كمان. التحالف اللا ارادي بقى يهدد جزء. طيب تاخذ الناس بتاع جده طبعا، لانه في ناس نفرين، في الدكتور قاعد. لا انا عندي بس 20 ثانيه بس 20 ثانيه بس. انا بستقطع منك يا نايب بعدين. حريه سلام وهذا الناس اللي قاعدين تجي 20 ثانيه خليك تستقطع، ما مشكله. طيب زي ما انه هو هدد التحالف اللا ارادي، هدد الانفصال، وقف عتبه امام الانفصال، فانه التحالف اللا ارادي والله واسمع مني ونحن ذاته حنعمل دور بعد كده، بقى يسحب جزء من الناس اللي بيقاتلوا في صف المشتركه. هسه يعني احنا مسكنا الدعم السريع، مسك كم ناس كده قالوا والله يا اخي نحن الناس بيلزونا، الناس اللي احنا حنفككم والله حنفككم يا كسله، تضامنا للتحالف اللا ارادي حنفككم، وفي ناس بينسحبوا. انا متاكد من الكلام. قالوا معلش بس انا نص دقيقه، قالوا غدا النوود قالوا والله التحالف اللا ارادي بيسبب خطر وجزء من المشتركه بينشقوا بينضموا له. عشان كده اتفضل خلص عشان ندي الدكتور ده لانه منتظر مني. انا في مداخلتي زاد بحكي لك حكوا بخصوص التحالف اللا ارادي. اتصل علي واحد، انا اصلا كنت متواصل معه قديم لكن بس توقفت منه فتره كده.
اسمه مين بخيت، عبد الله بخيت. عبد الله بخيت ده هو فوراوي، وهو منسق او قريب من السلطان ايوب علي دينار، يعني عنده معه كونتاكت يعني في نفس يعني. فالزول ده هو ماخذ جنسيه كنديه وهو مسؤول كندي، تمام، وماسك ملف دارفور ده، جرائم دارفور دي من اولها لنهايتها. او الاسبوع اللي فات كنا بنتناقش معه، قال لي شايفكم في لايفاتكم احمد كسر وفيديوهاتكم وكده وبتاع. قال لي شوف انا والله التحالف بتاعكم ده والله انا مستعد اجيب لي 20,000 مقاتل من الحركات المسلحه، اقسم بالله العظيم حلف عليك. قال لي هو قاعد يسمي، قاعد يقول لي انا كينج بتاع دارفور كده، يعني عربي شويه مكسر كده. قال لي والله التحالف اللا ارادي ده انا اجيب 20,000 شفتها يكونوا قاعدين في التحالف اللا ارادي ويحالفوا ويخشوا مع الدعم السريع معارك، ومن المشتركه دي، من القوات المشتركه دي نسحب اولادنا شت. بس قال لي شوف انا داير تنسيق، انا داير اتواصل مع قياده الدعم السريع بشكل مباشر عشان بعد ذاك نعرف انهم نيتهم صادقه، وانه دارفور دي ثاني نقفل حروبها نهائيا وثاني طلقه ما نفك على بعض، لا الان لا مستقبلا. والله قال لي اقسم بالله ال 20,000 دي ما يوقفوا الا في بورسودان يقتلعوا البرهان. يا اخي الزول ده طلع لي جرائم برهان يا زول، والله جرائم الجيش اقسم بالله رصالي رص، والله سلسله زول كمبيوتر. بس انا اتمنى، بس هو مسؤول كندي، هو مسؤول في حكومه كنديه، والله اتمنى بس خلينا نتكلم معه، اجيب يوم من الايام بس هنا خليه نستضيفه مباشره، خليه يخش معنا في القس هنا وتسمعوا منه بشكل مباشر. والله يا بلابسه والله ما تقعدوا في المنصه ثاني. المهم لكم التحيه ما نطول عليكم. شكرا دكتور، مرحب بك. معلش للاطاله يا دكتور. لا كيف اخبارك يا كسل، ومرحب بالجميع اللي موجودين. اولا ساعدنا بالصوت واطلع من الكتاكيت. انا حساعدك بالصوت ان شاء الله. اولا النقطه الاولى اللي انا عايز اقولها ان احنا كابناء الجزيره يعني كلنا كده، او بالناس اللي هم لهم مفاصل في الكلام، يعني عندهم مفصل الكلم، فنحن واقفين غالبا وغالبا مع القوات المسلحه، وغالبا وغالبا لغايه الحرب. تفضل الله يرضى عليك، خش الغرفه ولا عامل ايه يعني؟ طيب حاضر. سوي شو اللايف هاي. طيب قدرنا ندي اخونا ده هنا فرصه. اصل الزول ده ما يفتح كبيرته يا اخي، عايز الدكتور عادل ده يا اخي قاعد يفتح طوالي مرات هنا، معروفه ما شفته والله مره. لا قاعد يفتح. مرحبتين بروجيكتور. مرحبا بك اخونا احمد كسر، التحيه لك. هذه يفتح. ايوه انا قصدي ذاك الثاني ده اسمه عمر، معلش غلطت بينه. تحيه لك ولاخواننا خال فاطمه والاخ فاضل منصور وجده والدكتور، وكل عام وانتم بخير. انا قبل طبعا كنت حابب ابو جوان يكون موجود، لانه يومتها كنت حاضر لايف ابو جوان، وحضرت الوعد بتاع ود الشريف، مش كده؟ ود الشريف هاي بيطلع عندك هنا طوالي، والوعود المتكررة يعني كان وعد انه يوم 1/1 بيحتفلوا، وقطع لكم وعد يا احمد كسلة، وبتذكر انت قلت انا كبشرته، قال لك يوم 1/1 سنحتفل في مدني. 1/1/25 واخصم كمان. انت جياش ولا دعم سريع؟ انا جاهزية سرعة حس. كتار تحياتنا، شكرا لك. اسلم. دكتور مرحبا بك. الله يسلمك يا كسل. اولا هو الحرب حاليا القايمه دي، انتوا قبل بتتكلموا عن الجيش وانتهاكات الجيش قبل وبعد. النقطه الناس ما قادرين يفصلوا فيها في الكلام، وشايف الناس بتسوق فيها، انه الجيش قبل وبعد بيختلف. يعني احنا الناس اللي بيطلعوا ديل بيتكلموا عن الجيش بعد، يعني هم ما واقفين مع الجيش على اساس انه يا اخي لا الجيش ده ما عنده مثلا انتهاكات ولا ما عنده جرائم. الناس دي قبل الحرب كلها كان عندها موقف واضح من الجهات العسكريه الموجوده في السودان كامله، اذا كانت جيش او دعم سريع او حركات تمرد. يبقى الناس حاليا واقفه مع الجيش عشان حاليا الجيش بيقاتل في عدو بالنسبه للسودانيين الموجودين،
ما عشان انه لا والله العظيم الجيش ما عنده انتهاكات، الجيش هو ما بقلوب الملائكة. النقطة الثانية اللي انتم ذكرتوها حكاية ابناء الجزيرة، وانه ممكن يحصل انشقاق في الجزيرة، وفي مواطنين طلعوا وتكلموا. المواطنين اللي طلعوا ديل يمكن تقريبا 1 ولا 2 و3، حتلقاهم من اي منطقة، يعني حتلقاهم في الجزيرة، حتلقاهم في الغرب، حتلقاهم في الشرق. اي واحد بيطلع يتنفس، والسوشيال ميديا هي تنفس، يعني اي واحد بيطلع يتنفس بيقول الحاجة اللي بمر بها في اللحظة اللي هو قالها دي ما دلالة على انه لا هو خلاص يعني هو بيمثل خطر او بيمثل عبء للدولة. الحاجة الثالثة اللي انا عايز اقولها، نحن موقفنا يعني كابناء الجزيرة من الدعم السريع ما ظهر الا بعد انتهاكات الدعم السريع في الجزيرة. احنا ما كان عندنا عداوة مع الدعم السريع قبل، وفي كلام انا دائما بقوله، نحن بكل الجرائم اللي حصلت سواء كان من الجيش ولا من الدعم السريع ولا اي جهة عسكرية كانت، نحن بعد يعني قبل الحرب متمنين والله العظيم تتكون قوة عسكرية تقود السودان ده لقدام. يعني ما متمنين انه والله نضعف الجيش ولا نضعف الدعم السريع. الدعم السريع ده كان الناس دي كلها هللت له وكبرت له انه والله العظيم حيفيد المشاة في الدولة، حيفيد الدولة، حتكون ضربة او قوة عسكرية كبيرة للجيش وبساعدها، وحنبني بيه السودان. مشاكلنا مع الدعم السريع بعد الحرب والانتهاكات اللي مارسها في المواطنين دي بس مشاكلنا معه. شكرا يا كسر. طيب يلا التحالف اللا ارادي ده رايكم شنو؟ مشى كويس يعني؟ حتى في ناس بريد بنوه على الصعيد السياسي. انا يا كسل بس انا التحالف اللا ارادي انا زاد عايز اسالك منه انت. هو بيسموه طبعا الانفولنتري ايلانس، يعني حاجه لا اراديا ظهرت كده. هل دي ظهرت من شخص؟ يعني هل عندها يعني في كوادر موجودين على الارض؟ يعني انت التحالف اللا ارادي انت ذكرته انت في لايف، هل في شغل عليه في الارض؟ يعني هل في حاليا جهات سياسيه داعماه، في جهات عسكريه داعماه؟ هل في شغل على الارض ولا حيكون بس موضوع بتاع اللايف بس؟ يعني هل في حاجه حاليا بتتكون في التحالف اللا ارادي ده؟ في حاجه على الارض وظهرت عديل، وفي تعييد، وفي مقطع ربما من تقدم. انا ما اعتقد يعود حسي يمدي له هنا يتكلم فيه، ممكن اسمعك له. طيب انا بس انا عايز افهم منك برضه يا كسل، انا اعتبرنا انا في موضوع التحالف اللا ده جاهل وعايز اتعلم. رؤيته شنو التحالف اللا ارادي ده؟ يعني هو عايز ما هو اولا حاجه انا قريت الواقع الموجود في السودان. مثلا الواقع من المفترض الثورات في العالم، الشعب دائما في اي بلد ديكتاتوري الشعب بينتفض. اذا في حركات مسلحه، الحركات المسلحه وبيجي ضابط زي سوار الذهب ده او زي جيفارا او زي الرئيس الكيغالي في عاصمه كيغالي ده في رواندا، بيجي بيتبنى الفكره، بشيل التخمه الديكتاتوريه دي كويس. لكن ده ما حصل طبعا. نفس الجنرالات الموجودين مع عمر البشير اتبنوا الفكره ومشوا على المنهج ده. فكان في قوتين عسكريتين، ونحن تاكدنا، انا بدرك قلت يا جماعه ما في راسين في الدوله، اكيد حيكون في يوم من الايام انصدام، لانه الحركه الاسلاميه الموجوده دي ما هتقبل برديف. فبتحصل، قريت الواقع قلت له بتحصل 3 حاجات كويس. هم هيرجعوا للانفصال اذا ما خلاص شعروا نفسهم انهم ما قدروا يحكموا وما هيقدروا يفصلوا، لانه انفصال بتاع دارفور صعب شديد، مكونات كثيره وكبيره ومتنرجسه بيناتها ذاتها، ونظامها حواكير ما زي جنوب السودان. يعني الجنوبيين يتوافقوا على الانفصال. الخطوه الثانيه هيرجعوا لانه بيكون في حرب اهليه وربنا يحقن الدماء. الخطوه الثالثه ممكن الناس دي تشاكل بيناتها براءه كده كعساكر، يعزلوا البرهان او ايا كان الدور الموجود في المؤسسه دي كويس، ولا بيحصل تحالف لا ارادي. المجموعات دي كلها المتضرره
بيتضايق عليها الناس، بيضايقوا عليها بالوجوه الغريبه، بالاسم المتعاونين، انك انت متعاون، القصف العشوائي او القصف المتعمد عديل لحواضن الدعم السريع. هيمشي حواضن الدعم السريع نحن ساكنين معهم، هيقتلوا اهلنا كده كويس، اقصائهم زي هسه ما شايف الاقصاء ده، هيحصل تحالف لا ارادي. الكلام ده ما جديد، انا قبل 6-7 شهور ويوم بقربوا قلت لهم هيحصل، يا هيحصل حرب اهليه، يا حصل تحالف لا ارادي، يا حصل في واحد اندقوا طبنجات، يا حصل كفى المؤمنين شر القتال طلع ضابط ومقنع. طيب رفضوا الفكره دي، رفضوها منه لما قلنا لهم جيبوا ضابط ومقنع، جيبوا كباشي، جيبوا وليد عجبنا، لانه الدعامه قالوا نحن ما دايرين زول من شمال السودان. وهنا جزء من ابناء الشمال الضباط في المؤسسه قالوا نحن ما دايرين زول من الدعم السريع، لانه نحن طرحنا لهم الاتفاق حقنا بتاع جده، انه اخترنا لهم 6 معسكرات يتمركزوا فيها، وبعد ذاك يتم تجريد السلاح الكبير، وبعد السلاح الكبير بعد ذاك يتم محاسبه كل القادات حقهم، يتم تفكيكهم تمام، الصالح منه نضم للقوات المسلحه بمعايير بتاع القوات المسلحه، والمجرم منه نحاكمه، والما سوداني منه يتسجن ويرجع البلد الجاي منه. فده كان الجيش طرح الفكره دي وغزا المواطنين انه الدعم السريع ارتكب فيكم جرائم في الجزيره وفي في الخرطوم وقاعد في بيوتكم ما تتقبلوه. وده يعني ما في زول بقبل الفكره دي، زول شايل سلاح بيسلم لك سلاحه بريده بيرو. رجعنا للمربع الثاني. المربع الثاني اللي هو انه رفضوا جزء من ابناء الشمال انه يغيروا او يجيبوا ضابط وتمكنا، رفضوا حتى الانصرافي رفض للكباشي، لانه الكباشي الدفعه 32 كليه حربيه، وياسر العطا الدفعه 33. لما جاء افصح انه البرهان ضرب لي تلفون وقال لي يا اخي انتوا الكباشي اتفقوا انا اسلمكم، فده ذاته كسر البروتوكول العسكري. يعني من المفترض كان يجتمعوا كلهم في المكتب ويسلموا السلطه، والسلطه بيستلمها كباشي. وطوالي هناك الاوردر الدولي الانصرافي قال كيف يكون الحال لو الكباشي استلم السلطه؟ حجيب عبد الواحد وحجيب عبد العزيز الحلو، يعني هم مركزين في السلطه اكثر. وشفنا برضو انه جايبين البراعون ديل قوه سياسيه ما قوه عسكريه، يعني بتصحر في التصوير وكده وكده زي ساعه الفداء زمان. فالمشروع ده طرحناه زمان، والمهم في النهايه الناس اتبنوا الفكره وظهرت تاتشرات وكتبوا فيها ستيكر التحالف اللا ارادي. والناس اللي اتضررت الان في دارفور بالقصف، والناس اللي في الحزام بتاع الخرطوم، والناس اللي في الجزيره واللايفاتيه لما جاوا يتكلموا في موضوع بتاع الكنابي، انه نحن لو خشينا الجزيره الكنابي زايله ونعيم زايل، الضغوطات اللي تمت هناك، الحركات المسلحه برضه فيهم خلاف عليه كبير جدا، انه الحركات المسلحه كيف يكونوا موجودين في شمال السودان وما تمشوا تقاتلوا واقحمون في الحرب بتاع الفاشر. فدي كلها مؤشرات ودلالات بيخلي الناس بيرجعوا للنقاط اللي انا ذكرتها عليك دي. والنقطه المرجحه هي التحالف اللا ارادي، بيتحالفوا ابناء الحامش. طيب لما يتحالفوا ضد منو؟ ضد جزء من ابناء الشمال التخمه الحاكمه، البيئات الحاكمه. اي شمالي مسكين هو برا من الموضوع ده، ممكن عادي يخش مع الناس زي خلفاتنا، رفض جاء يوقف ضد التغيير بندقه زيه زي اي طماطمه معفنه. فده اللي حصل بالضبط في كل الدول والحصل في هنا. نحن الان قوتين موجوده، ما تقول لي انا الزول ده معي، ما معك. حتى الجيش يعني انا جبت الفيديو بتاعت المرتبات، يعني الفيديو بتاع المرتبات العساكر اتكلموا عديل وكان واضحين جدا، يعني انه عديل وروروا كده تعليمات كانهم صرفوا تعليمات، نحن عندنا اولاد ونحن الكلام ده ما بنقبله. الكلام ده في الجيش مخالفه. عندك الليله 14 يوم بغير ليه عمله. حسي ليه الليله وزير الماليه طلع قال نحن يعني مدينا الناس ب7 يوم. 7 يوم دي تقدر تغير انت محليه؟ 7 يوم دي تقدر تغير يعني شنو؟ يعني مثلا قريه القروش. فقال لي يا اخي القروش الجديده والقديمه يعني تمشي في السوق. فالمؤشرات حتى لو جمعتنا الثلاثه شوف تاني مستقبليا ما في اتفاق بين الجيش والدعم السريع والاحزاب والحركات المسلحه، ما في. حتى لو اتفقوا قعدوا اسمه استراحه محارب. بعد الاستراحه بتاع المحارب ده بعد سنه سنتين تاني بقوم. ليه؟ لانه ناس الدعم السريع لما يجوا بيقولوا لك يا اخي نحن اللاست القديمه زمان في الاتفاق الاطاري كلمناكم قلنا لكم في 800 ضابط تعمل للحركه الاسلاميه شيلون برا.
ونحن البرهان ده راسه دايرينه حبوبتي وحبوبه الدعامه. انا ذاتي ما الفكره بتاع الدعامه ده داير اشيله برا. انا مع الجيش الوطني القومي بس انا بس عايز اسالك سؤال صغير بس برضه عشان تاخده معاك يعني. انا عايزك تعرف لي الهامش ده، هامش يعني هو اي منطقه جغرافيه؟ والله الهامش ده دارفور، كردفان، النيل الازرق. طيب ده الهامش اللي اتضرر ضرر حقيقي، قتل وبراميل وكده. في هامش تاني في شرق السودان، هامش تم اقصائهم في التعليم في صحتهم بتاع دير الأدروبات. في هامش في شمال السودان تم تحميشهم بواسطة أهلهم، إنه في شمال السودان موجودين ومتضررين، حتى زرعوا لهم السيانيد، مسكوا اسمه شنو الأمراض دي، فكويس، وبعضهم الأقارب وكده. وفي هامش تاني في الجزيرة. أما الحامش بتاع الشمال متواطئ مع الحامش بتاع المركز لأنه ما سعر، والحامش بتاع الجزيرة متواطئ مع الحامش المركزي الموجود هناك. لما قاعدين الناس تموت ما حصل يتكلم ولا يتكلم، هو ذاته ينتفض عشان يجيب حقه بإيده، وكان بيطبل، كان مطبلاتي. وأما ناس شرق السودان هم جزء منهم مساكين وجزء منهم إداراتنا الأهلية وقياداتنا الموجودين في شرق السودان باعوهم. زي تيرك ده ما كان ادوهم قروش هم وامن درار، انا بقولها هنا بالام المليان، الدير يطق راسه بالهيطه يطق والدير يشرب من البحر يشرب. امن درار لما ادوه القروش بتاع تنميه الشرق اشترت به شنو في القضارف؟ اشترت به السمسم والايش والحملان اللي بيجيبوهم من دار عمر، حراميه جد محتالين. حامشنا الاريض ده من كردفان ودارفور وجبال النوبه، ده الحامش الموجود في الحزام بتاع الخرطوم، والموجود في الحزام بتاع الجزيره، وفي القضارف والضواحي بتاع القضارف والضواحي بتاع حلفة الجديده، والقاعدين في اطراف المدن. ده تحالفنا. اي تحالف من شمال السودان اذا جونا 10% الحكومه هناك اوريدي بتظبط، واذا قالوا لا نحن انتوا جايين لنا من ناحيه قبليه، والله يا اخي ما هباب الشرمه حلبه بتك وروان ده تجي، وبعد ذاك التغيير يحصل بالقوه الجبريه. الافغان دول عندهم واحد دول اسود ودول ابيض، ما كلهم بيض، دقوا بعض كده. لما الباقي الجماعه جروا، نفس السوريين عندهم دول بلاك هناك، ما فجأوا السوريين لما انطرشوا دخان بيناتهم يندقوا. شفت الابيض قتل الابيض لما بشار ده سقط، صح؟ فده موضوعنا. انت حامش، انا مشيت الشمال السودان، حقك محفوظ عندي انا، لكن انت ندل، انت متواطئ، تتبلى طوالي. فتحياتنا، انا ما ادري اجول الموضوع. تحياتنا، شكرا لكم. انا يا كسل ابو نادر، يا احمد، انا كسل احمد لو تكرمت ادينا اقل من دقيقه اوضح له الهامش بالضبط شنو. انا والله جيت اللايف ده قبل شويه، في واحد دق علي اداني امانه، قال لي الامانه دي تقولها في لايف احمد كسله، ترست لي له صره في خيط، قلت له ابشر. انا بعد قفلت الكاميرا ده كنت بتكلم معاه، الزول اللي بيتواصل معي طوالي، لكن قال لي بعد تطلع احمد كسله رست لي، قلت له اوكي. شافني اسي في اللايف دق علي تليفوني الثاني، هذا اللي قلنا حتى ما شلته، شايفه؟ قال لي يا خال فاطمه انا من اهلك المسيريه، قال لي والله معجب بيك جدا ومبسوط منك جدا. قلت له مرحبا اتفضل. قال لي والله انا كنت غفير لواحد من ابناء الشمال استفل ملاعين ديل، حارس له عمارته، وهو شغال في مكان البترول في بلدي في كردفان، شغال في شركه بتاعت بترول. انا قال لي انا البترول ده من بلدي، قال لي انا حارس له عمارته، قاعد تحت مديني غرفه تحت البيدروم، انا حارس له عمارته وبغسل له الدرج وبغسل له العماره بنظفها له، وهو من هناك. انا مكان البترول ده قال لي فيها حاليا انا حارس له العماره. شفت اهلنا الناس المظلومين دي، اهلنا بالذات في كردفان، اهلنا المسيريه والحمر لهم التحيه. الناس المناطق البترول عندهم والثروه الحيوانيه عندهم وكل موارد الدوله مقومات الدوله عندهم، هم بيشربوا مع الحمار مع بعض. دي لب الهامش، دي كلمه الهامش. يعني انا القصه اللي حكى لي زول ده دي باختصار كلمه الهامش العريض. يعني زول يكون البترول طالع من اهله وشمعه البترول دي بتضوي جوا حوشن، لكن جاي غفير شغال غفير ليزول في الخرطوم حارس له بيته. دي كلمه الهامش بكل اختصار. طبعا يا خال فاطمه الفاضل مرحبا بك. اعرف الهامش، انا عرفته، انت عرفه برضه. الفاضل دقيقه بس انا يا داير بس ارد على الدكتور دقيقه في حاجه الفاضل بس بعرف الفاضل دكتور ثانيه بس واحده. لحظه، لانه انت سالت اسئله
لا بس عشان اتكلم مع خال فاطمه ده وديك تكلم، انا مثلا انا عايز افهم انا كده بتبقى ثنائيه بينك وبين خال فاطمه، انت اكتب زي ما ثنائيه، انا ما عايز انتقده، انا بس انا عايز الفكره شنو؟ ما خلاص الفكره شنو؟ الفكره انه الناس تتداول بس. يعني انت عندك مخاوف. انا قبل ما اعرف الهامش، طبعا في السودان انا يعني الهامش عندي اثنين، في هامش هي ما مخاوف يا الفاضل، هي مفاهيم ما مخاوف. انت نحن الخوف ده هي موضوع الخوف ده. انت دكتور خلينا نتفق على تعريف المصطلح بشكل صحيح. لما تقول لي انا زول اخصائي في الاعصاب، يعني هل حيقبلوا ناس الدعم السريع اني اشتغل في مستشفى ولا لا؟ دي مخاوف اسمها، ما اسمها يعني ما دي مخاوف، مفاهيم. ما مفاهيم، دي مخاوف. مخاوف يعني شنو؟ ما هو يا طيب يا الفاضل، انا في نقطه خلاص دكتور عادل خلينا واصل فيها. يعني انا متاكد من كلامي انه هو صحيح، لكن ما في داعي اتجادل معك. طيب الهامش، خلينا نرجع للهامش. هو الهامش، وطبعا مناسبه طبعا ناس كتار جدا قاعدين يخلطوا في المفاهيم. يعني لما يجوا للهامش مثلا، يعني الهامش هو انواع طبعا. اول حاجه في هامش جغرافي، وفي هامش طبقي اجتماعي. يعني انا بالنسبه لي انه الهامش الجغرافي كان ثابت طوال من 56. الهامش الجغرافي ثابت. يعني من 56 اين تحدث الحروبات القبليه؟ في غرب السودان، جنوب السودان، النيل الازرق، كردفان. اين المعارك تدار؟ اين التخلف؟ اين الرداءة الاقتصاديه؟ رغم يعني دي كلها اماكن انتاج. اين التخلف في مؤسسات الدوله؟ كلها في غرب السودان، جنوب السودان، رغم انتاجه للبترول، في كردفان، في النيل الازرق، في كذا. الهامش الجغرافي ده ثابت من 56. يعني ما كان في 56 دي، من 56 ما كان في حروبات قبليه بتدور في شمال السودان. ليه؟ لانه النظام السياسي منبثق من ابناء تلك المنطقه، وبالتالي هو عنده الحفاظ الثابت والمستديم للقبضه الامنيه في الاماكن المنبثق منها اللي هي شمال السودان. فهمت كلامي؟ هنا ده الهامش الجغرافي الظل ثابت. طيب الهامش الطبقي شنو؟ الهامش الطبقي والله في دارفور في ناس اغنى من الناس الشماليه، في افراد، لكن في فرد من دارفور اغنى من الناس الموجودين في الشماليه. بالمقابل في زول في الشمال فقير جدا لدرجه انه انسان دارفور، في جزء من ناس دارفور او الجنوب افضل منه في الوضعيه الاقتصاديه. الازمه حقتنا هنا حاليا انه في هامش اخر، وده الخطير، وده اللي خلى الحرب تنفجر، انه في زول مهمش على اجتماعيا وجغرافيا في آن واحد. إذا كانت الدولة دايرة تخوض حرب ضد الإقليم ده، فهو بيكون داخل الإقليم ده، يعني الاضطهاد بيكون شنو؟ مستمر بحقه. إذا كانت الدولة أخذت موقف وزي ما بيحصل الآن ضد مجموعة عرقية وضد قوميات قبلية، برضه هو بنال نصيب كبير جدا من الجزاءات ومن التعذيب، وبيدفع ثمن حاجة هو ما جزء منها. باختصار ده الهامش. يعني نحن في مسألة الهامش ما بنستثنى أحد، ما بنستثنى أحد. كانوا في ضباط 2 من جنوب السودان دايرين يعملوا انقلاب عسكري. نو. هل في دينكا ولا نوبة، أنا أسمي الأسماء كده، ولا فور ولا زقاوة ولا أداريب في الرتب العظمى حيث اتخاذ القرار داخل المؤسسات الأمنية والسياسية في السودان؟ نو. طيب اللي تسبب في الوضعية المأزومة دي منو؟ ديل باختصار جزء زي ما بسميه أحمد كسرة من أبناء الشمال. فيكم واحد يا جماعة ينزل لدكتور اسمه منو؟ دكتور عمار، ولا عمار السوداني اللي قاعد في إيطاليا، لأنه أنتوا هسه 3 دعامة وفي دي جياشي أنا قاعد وده جياشي. ففي واحد ما في مشكله، انه طاهر ما تداخل، انا انزل اذا في فرصه ثانيه بجي، ما في مشكله. حياتنا ليك يا كذا. طيب تمام. منو اللي يتسبب في الوضعيه دي؟ الوضعيه المأزومه اللي انتجت ذاته تهميش دي، منو اللي يتسبب فيها؟ دي النخب الشماليه يا جماعه، النخب الشماليه، ما القبائل، النخب الشماليه. طيب هنا يعني واحد ممكن يجي يقول لي الحركه الاسلاميه، انا هنا بختلف مفاهيميا مع الناس اللي عندهم فوبيا من الحركه الاسلاميه. يعني من 56 حكموا حزب الامه، وكان الجيش بيعبر عن الشماليين وما بيعبر عن الجنوبيين ولا بيعبر عن بقيه المجتمعات اللي انا ذكرتها دي. حكم الشيوعيين وكان الجيش بنفس الوضعيه دي، كله شماليين وكل الناس اللي انتم بتعرفوهم حاليا السحنات دي. يعني حكموا الاحزاب كلهم كده، حكموا
وكانت الوضعيه المأزومه مستمره وموجوده. يا اخي جت صادق المهدي للمره الثانيه بانتخابات وكانت الوضعيه المأزومه موجوده والحرب بدور في نفس الاماكن اللي كان بدور فيها. اذا الغلط وين؟ الغلط ضد تنظيم سياسي؟ لا طبعا. الغلط ضد جماعه سياسيين؟ لا طبعا. الغلط ضد النخبه كلها، اسمها نخب التشكيل الاستعماري دي، لازم تمشي الى مزابل التاريخ عشان السودان يكون حق السودانيين. هسي السودان ما حق السودانيين، السودان ما حق السودانيين حاليا. يعني السودان اللي طالما هو في قبضه النخب دي ما حق السودانيين. طيب احمد كسل نقطه اخيره في مساله التحالف اللا ارادي. عادل ما اديتنا يعني انت رايك في التحالف اللا ارادي. انت جبت مخاوف، انا اطمنك في حاجه اسمها الكفاءه. شوف الكفاءه الوظيفيه ما في زول بيمنعك منها. انت دكتور دار تعالج الناس، نجي نقول لك لا لا انت شايقي ما تعالج الا تبقى مسيري ولا الا تبقى رزيقي؟ طبعا لا، دي كفاءتك الوظيفيه. لكن لما انت تجي تقول لي انا لازم اكون رئيس مجلس الوزراء حيث اتخاذ القرار وانا الناهي والامر فقط لاني عندي شهاده، هنا بنختلف معك. هنا نحن بنختلف معك. كويس؟ تكافؤ الفرص ده حق مكفول. مخاوفك دي انا اطمنك يعني في السودان الجديد ما في زول بيجي يقصيك على الاساس ده. انا اطمنك بالكامل يا دكتور عادل، اطمنك بالكامل. ونحن لاقيين اطباء، والسودان ده اطبائهم كلهم هاجروا، ما عندنا مشكله. طيب يا احمد كسله، انا داير الناس يمشوا لي في جزئيه يا ريت انت ترميها كحجر تخلي الناس يقولوا فيها رايهم، لانه دي الجزئيه المهمه انا على ما افتكر كده. التحالف اللا ارادي ده ما نحن حددنا انه هو ضد منو؟ طيب الزول اللي نحن اسسنا ضده التحالف اللا ارادي ده يا كسله، في هو ذاته عنده تحالف اخر لا ارادي. انت فاهم كلامي؟ عنده تحالف مع المشتركه. نعم. طيب المشتركه دي مصلحتها مع التحالف اللا ارادي جغرافيا اجتماعيا بيئيا من حيث الاهداف السياسيه. هل مصلحتها هل هي متاكده تماما انه مصلحتها مع الزول اللي احنا اسسنا ضد التحالف اللا ارادي، ولا مصلحتها مع اهداف التحالف اللا ارادي اللي هي سودان الكل؟ اين تكون مصلحه المشتركه؟ سودان الكل. طيب هنا خيارين. يا اما المشتركه تخلي اهداف الاهداف والشعارات السياسيه وتمشي وراء اهداف اللقمه اللي هي الاهداف الشخصيه جبريل منها وغيره، اهدافهم بتاعت قروش جيبهم ويخلوا لك المساكين. انا ما اقدر اسمي القبائل. واحد يفكوا في الصحراء يقول له قال ان احنا لما الحرب اشتد قال ناس المشتركه بينزلوا تحت نحن قبائل محدده وهم بيتكلموا بلغه محدده، قال بيخلونا انه نحن نواجه وبهروا بعرباتهم بيخلونا. الزول زي ده لو بكره نحن فكيناه، نحن قبل اليوم فكينا ناس ودينا مرتبات يا احمد كسله، لو بكره قلنا له اكراما للتحالف اللا ارادي نحن فكيناك، بيجوا كم؟ سؤال بيجوا كم؟ حيجونا كم؟ حيجوا كثير صح؟ انا والله ده اقول لك حاجه، التحالف اللا ارادي ده حتى ناس المشتركه انا اقول لكم راجعوا حساباتكم والله كده، راجعوا حساباتكم شويه كده، احسبها بس اخماسك باسداسك، راجع حساباتك كويس. تحياتي لكم يعني، تحياتي لكم. شكرا. دقيقة بس كسلة بس عشان الكلام ما يضيع مني أنا بس لأنه خالفاتنا نزل والفاضل اتكلم عن النقاب. في عجالة كده النقطة اللي اتكلم عنها خالفاتنا هو اتكلم عن إنه والله في شخص حارس عمارة لشمالي في كردفان، وقال يا أخي الزول ده أنا هو شغال في بلدي اللي هو كردفان بلده يعني، مع إنه السودان ده واحد. دي إحنا العنصرية اللي بنتكلم عنها ذات أصلا. الحاجة الثانية أنا ما ممكن يعني تطالب شخص هو عنده مال مثلا إنه مثلا يدفع مرتب أعلى لشخص مثلا عنده وظيفة معينة، إذا كان غفير ولا موظف ولا محاسب ولا أيا كان. فأنا النقطة اللي ذكرها خالفاتنا دي هي بالسياق كده بتشوف حاجة عادية، لكن لا هو شايف إنه لا أنت جيت هنا في كردفان والبلد دي بلدي أنا، مفترض لا تعمل لي كده وتعمل لي كده وتعمل لي كده، مع إنه الحاجة دي مفترض تعملها وظيفتك أنت، ما تعمل حاجة تانية. يعني أنا النقطة اللي عايز أوضحها للناس وال3500 نفر الموجودين هنا ديل، أنت بتبني نفسك. الدولة نحن لما ما أنا كل الناس اللي بنوا نفسهم يعني مهندسين، الدكاترة، الموظفين بجميع الناس المكافحين، الناس دي كانت نفسها الدولة ما فرقت بين شبكتك بقت تقطع. بروجيكتور مرحبتين يعني واحد مثلا دكتور شبكتك بقت تقطع. بروجيكتور مرحبتين. طيب دكتور من الغرب ما موجود، ما في السودان. شبكتك يا دكتور ما عندك شبكة، ما عندك شبكة.
ابو لا عمار انا السوداني. غيرت الشبكه كده. ما عندك شبكه. ابو عمار السوداني، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد كسلة، وحيا الله ضيوفك الكرام. وما أدري تسمعوني بشكل واضح ولا لا؟ كده سامعني ولا؟ واضح واضح. جميل. يعني أعتذر من الإخوة اللي طلبت منهم أنهم ينزلوا على أساس أن المنصة ما تحتمل العدد كله. أعتذر أنا حقيقة، ما كنت عارف إني يعني المسألة ما مسألة تفضيل، ولكن أشكرهم وأشد على أيدي. الأمر الأول، كنت معي في منصة ذات مرة وكنت بتتكلم، وبعدين وعدت بالعودة